الامبلسيف باير. والمشتري ده هو الشخص اللي بيشتري منتج او خدمه بدون تخطيط مسبق، وغالبا بيبقى الشراء بناء على العاطفه او التاثر بعوامل خارجيه زي العروض الترويجيه او الاعلانات. وخليني اديك كيس عملي يفهمك مين هو الامبولسيف باير. احمد والدته بعتته لحد السوبر ماركت عشان يشتري لبن وعيش وصلصه، لكن وهو واقف عينه جت على الثلاجه اللي جوه بتاعت الشوكولاته، لقى عرض مخصوص على الشوكولاته مكتوب عليه اشتري واحده خد الثانيه مجانا. راح شاري عرضين شوكولاته بدون اصلا ما يكون محتاجهم ولا نازل اصلا عشان يشتريهم. وده ابسط مثال يوضح لك يعني ايه مشتري مندفع او متهور. طب خلينا نفهم السلوك ده بشكل اعمق من خلال اننا نطرح كام نقطه اساسيه للموضوع زي ما اتعودنا، ثم نستعرض نقطة نقطة، وطبعا بأمثلة عملية توضحها وتبسطها في نفس الوقت. والنقط الأساسية دي كالتالي: 1. إيه هي خصائص المشتري المندفع؟ 2. إيه هو أسباب السلوك الشرائي المندفع أصلا؟ 3. إيه هي استراتيجيات الشركات عشان تجذب أو تستقطب المشتري المندفع؟ 4. إزاي المشتري المندفع يتحكم في قراراته؟ ويلا بينا نبدأ برقم 1. إيه هو خصائص المشتري المندفع؟ 1. بياخد قرارات سريعة. يعني سارة بتتمشى في مول تجاري زي سيتي ستارز، شافت شوز معروض عليها معمول عليها خصم 50%، هوب بدون تفكير أو مقارنة مع المحلات التانية أصلا ولا أسعارها دخلت اشترت الشوز دي. 2. بيتأثر بالعروض الترويجية والتخفيضات. يعني في البلاك فرايداي زين ما كانش ناوي يشتري موبايل جديد، لكن عينه وقعت على عرض مكتوب عليه خصم 30% النهارده بس، قام مقرر الشراء دون التفكير في احتياجاته الفعليه وانه اصلا مش محتاج موبايل. 3. بيعتمد على العاطفه. يعني بعد يوم متعب جدا في الشغل، هند قررت انها تكافئ نفسها بانها تشتري شنطه يد جديده رغم انها مش محتاجاها اصلا وعندها منها كتير جدا في الدولاب مرصوصين جنب بعض وما بتستخدمهمش. 4. قله التحكم في الميزانيه. زي كريم اللي خرج عشان يشتري ساعه سمارت اقتصاديه، الساعه الالترا اللي هي ب 900 جنيه دي، عينه وقعت على ساعه هواوي، جوده وكواليتي والوان جذابه، تجاهل ميزانيته المحدوده وخد قرار وراح شاري الساعه الهواوي اللي هو مش محتاجها اصلا ومش عامل حسابه عليها. 5. عدم التفكير في العواقب. يعني لما محمد اشترى جهاز بلاي ستيشن اثناء